السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراكم اخواتاتي حباباتي، طلعت عليكم بالخير والصحة والهناء يا رب. جيت وجبت لكم معايا وصفة من وصفات المولد النبوي الشريف لهذا العام، وهي طمينة الفرينة. طمينة بريستيج جديدة في الشكل، تجي هايلة سهلة سريعة اقتصادية، واهم حاجة انها تجيب بنة عظيمة. تحطها في المولد النبوي الشريف ليلة النصفية تاع رمضان الكريم، ليلة 27 كل المناسبات الدينية، وحتى الأنفاس ثاني تصلح. راح تحمر لكم وجوهكم وتجي تحفة، سواء في الشكل والتقديم سواء في الذوق. تلقاو وصفات هايلين متعلقة بالطمينة، راح نخليها لكم في شاشة النهاية، يعني كي يخلص الفيديو هذا تلقاو الوصفات في مربعات. الوصفة اللي عجبتكم اضغطوا عليها فقط تروحوا مباشرة للفيديو، والباقي راح نخليه لكم في صندوق الوصف، يعني تحت الفيديو هذا. دوكا نرجعوا لوصفتنا، تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير، وما تنساوش الجام في طريقكم وتعليق زين كيما نتوما. نبداو بسم الله. سخنت المقلة مليح، من الأحسن أنها تكون مقلة ثقيلة هكا باش تحمص لكم الفرينة تاعكم بلون مليح. حطيت فيها 2 كيسان تاع فرينة بهذا الشكل، ونبقى نقلب فيهم. مرة الأولى قويت النار باش تسخن المقلة، وكي تلوحوا فيها الفرينة طبعا تزيد تبرد شوية. من بعد غير كي تبدا تتحمر من التحت، شوفوا لانا من التحت راهي بيضاء في القاع. كي تبدا تحمر نقصوا النار وما تخطيوهاش، حركوها بشوي لانها يعني راح تزربكم. تغفلوا عليها شويه تلقاوها يعني تحرقت، واذا تحرقت راح تعطيكم واحد الذوق بمرارة، يعني تفسد لكم الجو تاعها خلاص، والوصفة كامل تفسد. ولأنا كي تبداو تحمصوا فيها راح تلقاو كتل كبار هكا، شغل ميديتي هذيك تلم لكم الفرينة تولي لكم كتل. ومن بعد كل ما تتحمص كل ما يروحوا الكتل هذوك يبقاو غير الصغار هذو. من الأحسن أنكم تفتحوهم بالملعقة، وخيروا ملعقة تكون مسطحة كيما هكا. اللي ما عندهاش معليش تجيب كرتونة وتبقى تخلط بها. شوفوا لهنا اللون اللي تحصلت عليه، يعني لون هايل. ما تغمقوهاش ياسر. والحق يعني عادة كامل يديروها كيما هكا. انا راح نزيد نحمصها على هكا. لهنا راني هزيت المقلاة كي تشوفوها باش ما تغلبكمش. كي تشوفوها يعني بدات راح يعني سخنت المقلة ياسر، هزوها هكا من على النار وخلطوها من الفوق. واذا عادت المقلة تاعكم ثقيلة نحيوها، يعني نحيوها من النار وبقاو حركوا فيها ولا بدلوا لها الاناء. شوفوا الكعابر هذو لازم تنحيوهم، يعني وهذه حاجة ضرورية في الوصفة. شوفوا اللون اللي خليته، يعني ماهوش لون غامق ياسر وماهوش لون فاتح، يعني تحمصت مليح في نفس الوقت، يعني اعطتني لون هايل. بعد ما نطفي عليها خليها تبرد، ومن بعد نغربلها. غربلوها عادي، وكيبقى لكم الحبيبات هذوك ما كان تغربلوهم، لانهم عبارة على فرينة تكون ماهيش محمصة. انا حمصتها مليح، يعني كنت منقصة النار حتى الكعابر هذو تحمصوا، يعني حتى كي نغربلهم يعني عادي راح نفتحهم فقط. وماهيش راح تكون فرينة نية، لانهم ببساطة راهم عبارة على فرينة نية. هذا مكان اذا كان لكم الكعابر هذو بويض ما كان لا تغربلوهم يعني. وراكم تشوفوا فيها راهي كمية كبيرة، وكي تنحيوا الكعابر هذو زيدوا الكمية تاعهم فرينة، يعني لانه راهم ينقص لكم من الميزان اللي درناه اول مرة اللي هو 2 كيسان. نحطها جانبا ونقول لكم على باقي المكونات. لهنا عندي جنجلانية محمصة، ما تحمصوهاش ياسر، شفت اللون تاعها يبقى ذهبي باش ما تعطيلكمش ثاني مرارة. وهذا كاوكاو مرحي، يعني ارحيوه رقيق قد ما تقدروا. انا رحيته وغربلته. عندنا نص كاس نص كاس الجنجلانية، قستها نص كاس، وكي كي رحيتها شفتوها قدها ولات. ونص كاس ثاني تاع حلوى الترك، نص كاس تاع عسل، ورشة ملح. طبعا كاين مكون ثاني تاع الكاكاو من بعد نحتاجه. لهنا نخلطوا المكونات كامل مع بعض. لكن لهنا كي عاد عندي الحلوى الترك شوية من هذيك اللي تجي شغل معلكة، ماشي هذيك اللي تعود رطبات يعني تتحل وحدها. لجل هذيك راح نرحيها لهنا في الأشواق. يعني نتوما إذا عاد عندكم نوعية مليحة خلطوها بيديكم راح تخلط لكم عادي. زدت معها الكاوكاو والمكونات الجافة باش تترحل مليح، ونخلطها جيدا حتى يعني المكونات كامل يتجانسوا في ما بيناتهم، ويعطيني خليط يعني متجانس بهذا الشكل. ومن بعد الخليط هذاك نزيدو على الفرينة اللي كنا حمصناها، ولازم تكون باردة. نفتحها شوية إذا عاد مسكت لهكا ولا الخليط متماسك. ما نسوش أيضا رشة الملح. من بعد راح نزيد ملعقة كبيرة نتاع مارغرين ولا زبدة،
ونبلو بالعسل. المارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، نبدأ نخلط بالملعقة الساعة، من بعد نستعمل يدي ونعجنها عجين. لازم هذيك المارغرين اللي درناها تذوب، وفي نفس الوقت راني نخلط ونحاول نلم العجينة. لهنا العجينة كما راكم تشوفوا فيها مازال ما تلمتليش، يعني الكمية تاع العسل اللي درتها ناقصة. راح نزيد غير بشوي، راكم تشوفوا فيه منزلي نخلي فيه القطع تاع الليمون هذيك باش ما يتسكرش. نزيد غير بشوية ونلم، ولازم كي نلم تحصل على عجينة تكون متماسكة وسهلة التشكيل، يعني ما تكون جارية ياسر. تعبني من بعد. وكي تلموها بالقوام اللي قلت لكم عليه راهي ما تجيش حلوة ياسر، وما تجيش يعني ناقصة حلاوة، تجي الحلاوة تاعها معتدلة. اللي تحب الحلاوة زيد شوية سكر ولا تزود حلوة الترك، يعني هكا وحدها بلا إضافات بلا حتى حاجة جت هايلة. راني كل مرة نحي طرف نذوق عجبتني، كل خطرة ناكل منها صدقوني جات بنة عظيمة. المهم تلموا العجينة تاعكم هكا. هنا راهي ما تتلاصقش، غير اليد كي خلطت بها فقط تبان تتلاصق، لكن باليد الأخرى ما تتلاصقش. تقدروا تخليوا القوام كيما هذا وتخليه شوية راح تتماسك وتولي ما تتلاصقش، ما تيبسوهاش ياسر. هذا هو القوام تاعها. شتوني قسمت العجينة على 3 أقسام متساويين يعني، وديروا قسم شوية ناقص حتى 50 جرام. هذاك اللي راح نزيدو فيه الكاكاو. لهنا الكاكاو يعني ناشف، راح نزيد هذه الكمية اللي بقات برك في القاع تاع الكاس تاع العسل. زدتها لهنا بشوية مع الكاكاو. هذيك هي. لهنا راح نزيد الكاكاو وراح نزيد ملعقة ولا ملعقة وشوي حسب الذوق تاعكم، تحبوا ديروه أسود تحبوا ديروه ماغو. لهنا استعملت بدل الكاكاو تاع الخروب، مسحوق الخروب، يعني يمد نفس النتيجة وطعمه هايل. طعمه ما يبانش ياسر باللي مسحوق الخروب، لكن يمد قوم مليح. اكيد لازم نغربلو ونخلط، نحاول نلم العجينه هذيك. زيد لها شويه عسل لانه الكاكاو ولا هذا مسحوق الخروب على بالكم باللي مر. وتقدروا تزيدوا ايضا سكر ناعم كما تحبوا وتخلطوا. واذا شتوا العجينه يعني درتوا لها السكر ودرتوا لها العسل بقات ناشفه شويه، زيدوا لها شويه مارغرين ملعقه صغيره فقط ولا حسب الكميه اللي درتوها. هذا مكان نلم العجينة تاعي نعجنها مليح حتى نتحصل على عجينة كيما هك. راهي تلصق شوية معليش نلمها نحطها جانبا. يعني من الأحسن أنها تكون تلصق هكا باش من بعد تلصق في الطبقات الأخرين وما تطيرش، يعني ما تكونش كتزو الحبة طبقات يتفركتوا على بعضها. من بعد نحل كل عجينة وكل طبقة على حدة كيما هكا، ويكونوا متساويين ونحطهم فوق بعضهم بهذه الطريقة ونفتح العجينة. نفتحها بسمك حسب الطوابع اللي راح نستعملهم. انا راح نستعمل هذو شريتهم ب15 ميل تاع العيد، والاخرين شريتهم ب11 ميل 11 ألف. راح نستعمل هذه تاع البقراج ولا تاع التاي هذا. راح نستعمل هذا اللي على شكل مسجد، يعني شغل باش كي يشوفوا الناس الوصفة يعرفوها باللي بمناسبة دينية. وراح نستعمل هذاك الطبع العادي يعني وردة، ولا استعملوا أي طبع عندكم. وكملوا معايا الفيديو الأخير اللي ما عندهاش طبع كيفاش ديروا. نطبع بهذه الطريقة باش نقشة الطبع يعني تخرج باينة مليح. ولا هنا كي تجيو تنحيوها قلبوها العكس، ما تنحيوهاش كما نحيتها أنا لأنه تلصق في هذوك الجوانب. يعني كما راني نحي فيها هكا نحيوها العكس، يعني تعود عندها طبع كيما هذا، ولا اللي يلصق لها من جهة من جهة كيما شفتوها هكذا. من بعد باش نخدم بالزربة واش وليت درت، وليت عاودت فتحت العجينة السمك تاعها جاني عالي، فتحتها ونبقى نطبع كيما هكا مرة واحدة، ومن بعد نعاود ندير هذيك النقشة ونزيرها مليح بالطريقة اللي راهي موضحة في الفيديو. كل وحدة يعني تخدم بالطريقة اللي تجيها سهلة طبعا، وتسهل عليها توفر عليها الوقت والجهد وتعب. واللي ما عندهاش الطابع تقدر تدير بلا طابع، يعني ديرها غير هكا معينات ولا مربعات وتزينها من الفوق ودير نفس الطريقة، يعني غير بلا طابع فقط. تقسمها كما نقسمو حنا البراج ولا المبرشة، والكمية اللي تقعد تخلطها في بعضها وديرها كيما هكا مبغبغي شغل
كيما نقولوا حنا تجي ديغرادي درتها ديبودا وقصيتها بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، يعني حتى هذا الشكل جا هايل هايل. وكلمسة أخيرة قبل التقديم ندهنوا لها السطح تاعها بشوية نتاع العسل، هكا باش يمدلنا لمعة، وزيد لنا في الشكل والمظهر. في نفس الوقت اللي يحبوا الحلاوة راح تزيد لهم شوية في الحلاوة، بس هيبقى السكر تاعها معتدل كيما قلت لكم، وتبقى طرية يعني ما تبات، راح تبقى طرية وما تيبسش يعني. تقدروا تحضروها قبل بنهار وتقدموها في النهار الموالي، ولا حتى تحضروها كيما كنت تحطها في دي بواط يعني. راح تبقى طرية وما تفزتش يعني. حطوها في الثلاجة كي تحبوا تقدموها خرجوها حتى تدفى ومن بعد قدموها. هذا الشكل تاع الجامع يعني درت منه حبة واحدة لأنه جا كبير ياسر، يعني ما عجبنيش ياسر ياسر. ما نحبش الحبات هكا تاع الكاطو ولا يجيو كبار. هذا هو الشكل تاعهم، ممكن في الصابلي تجي مليحة. وهذا هو الشكل النهائي تاعها، يعني جات تحفة هايلة سواء في الشكل في الذوق، يعني روعة. وفي الأخير كما العادة راح نقسم معكم حبة، يعني شفتوها من العجينة تاعها تجي طرية. نقسم معكم حبة هكا يعني تجي هايلة، خاصة في الوسط راح تحمر لكم وجوهكم. حطوها وعينيكم مغمضين، جربوها عينيكم مغمضين يعني كما شفتوا المقادير مضبوطة. وهذه هي وصفة اليوم تاع المولد النبوي الشريف طمينة بريستيج تاع الفرينة المحمصة. نتمنى تعجبكم الوصفة، وتزوروا الوصفات الأخرين، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتخليوا لي جام وتعليقاتكم الجميلة كما العادة. نبقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم، إلى الملتقى إن شاء الله، ملاقاة خير والسلام.